السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخير الكلام بسم الله بسم الله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكل أحبابنا الدائمين معنا، وأهلا وسهلا بكل ضيف جديد تفضل معنا. نتمنى أن القناة تعجبكم وتنال رضاكم. اليوم راح نكملوا مع بعض ما تبقى من خياطة القندورة بصدر الكروشيه الموديل الجديد الذي وضعنا منه أجزاء، الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، فيه 4 أجزاء. نذكر بناتي الحبوبات، اليوم رايحين قبل ما ننهي خياطة القندورة أو الفستان لازم نقوموا بخياطة الكروشيه اللي كملناه، وتقدروا تشاهدوه في فيديو وحده، ورايحة نوضع لكم في آخر الفيديو كل الأجزاء وتختاروا منها الشيء اللي تريده. المهم ننهي العمل كي لا نضيع الوقت عليكم. أولا صدر الكروشيه، لاحظوا كيف يكون تركيبه، وتمسكيه بالدبابيز أو بليزي بانج، ثبتيه هكذا لخياطته بماكينة الخياطة. سهل جدا. لاحظوا لازم تركزي انه القالون موضوع داخل حاجز الصدر اللي قمنا بخياطه. لاحظوا لهنا نتبعوا الشكل الدائري دائما، واذا كنتي عملتي الشكل المثلث لازم تقصي هذا القصة هكذا في الوسط، من بعد توضعي الوردة فوق الوردة. لاحظوا عندنا فراغ في القالون، نقوموا بقصه بهذه الطريقة، ما راح يفسد. احذري ان تقصي الكروشيه لانه راح تضيعيه. قصي الا القالون، وردة القالون فقط. ذكرتك حبيبتي ولا تنسي. نوضع واحدة فوق الواحدة هكذا، راح تعطينا الشكل اللي يكون مثلث، لكن أنا نوضعه هكذا ونفتح الشيء القليل لأنه مقوس. لازم لاحظوا نبعد بين الوردتين الشيء القليل فقط حتى تعطي راحة للشكل المقوس، ونمسكوه بالدبوس أو نثبتوه بالدبوس أو ليزيبان. لاحظوا وصلنا لهذا المكان المفتوح. نقرب البنات الحبوبات طريقة كيف رايحة نقوم بتثبيته، راح يسهل عليا حتى في الخياطة. انت اذا كنتي متخوفة قومي بخياطته بالخيط والإبرة، بالايد، من بعد مريه في ماكينة الخياطة. لكن انا نمرر عليه ماكينة الخياطة وراح نظهر لكم طريقة كيف. لاحظوا اولا اعملي زيغزاغ. الزيغزاغ ما راحش يعمل لك صعوبة اثناء الخياطة، بالعكس راح يكون سهل جدا، وحتى لا يظهر فوق القالون لانه معمول بالطرز. لاحظوا قومي بهذا الخياطة عادي، لكن لازم يكون الخياطة تكون في وسط الوردة، وتنتبهي البنات الحبوبات المبتدئات تنتبهوا أثناء الخياطة. لازم الوردة تكون في الطرف، ما تكون نازلة، ما تكون داخل حتفسد لكم شكل الصدر. تلاحظوا هنا لازم نمرر الماكينة مرتين فوق الخط الأول والخط الثاني اللي ظهرته من الوردة.
لاحظوا هنا مثل ما قلت لكم في الأول، خيطنا أو قمنا بخياطة القالون مرتين. لاحظوا كي يعني تكون الخياطة ثابتة وتكون حتى متقونة، والقالون لا ينقلب لما صاحبة الفستان والقندورة ترتدي هذا القندورة. لذلك مرة واحدة لا تكفي، لازم مرتين من جهة الورقتين الموجودتان في الوردة. الآن نعمل الكروشي، وراحين تشاهدوا الطريقة كيف نعملوا للظهر. ونبدأ، لاحظوا هذا الظهر والثاني الصدر، لذلك راحين نعملوا لجهة الظهر الكروشي، وراحين تشاهدوا طريقة العمل جميلة جدا. لاحظوا ندخل الكروشي هكذا، نبدأ في الكتف للظهر، لأن راح نبدأ العمل من الظهر، لذلك نبدأ في كتف وننزل إلى الظهر. لاحظوا الطريقة كيف تكون. أولا نعمل هكذا غرزة، من بعد الغرزة الثانية، من بعد نعمل عمود، ندخل الكروشي ونسحب الخيط. لاحظوا من بعد نلف الخيط فوق الكروشي ونعمل غرزة هكذا العمود الثاني، من بعد هكذا نعمل العمود الثالث، نغلق العمود، نعمل غرزة، من بعد لاحظوا ندخل الكروشي، نعمل ثقب دائما، نترك عرض إصبع بين كل واحدة والثانية. لاحظوا ندخل الكروشي هكذا ونسحب الخيط ونعمل عمود، هذا الأول نعمل غرزة. العمود الثاني ندخل الكروشي ونسحب خيط ونعمل عمود بهذه الطريقة. لاحظوا نغلق غرزة العمود ونعمل غرزة، من بعد العمود الثالث ندخل الكروشي هكذا ونسحب الخيط من جديد ونسحب، نغلق العمود ونعمل غرزة، من بعد نخلي أو نترك فراغ ما بين كل يعني عمل وعمل هكذا، ونكمل العمل بهذه الطريقة. لاحظوا العمل اللي قمنا به. الآن ظهر لكم هكذا، عملنا حتى للجهة الثانية كله بنفس العمل. الآن نبدأ عمل السلسلة. نذكر بناتي هنا في الوسط، لاحظوا هنا في الوسط لازم نعمل بدل من 3 أعمدة نعمل 4 في الوسط، من بعد نكمل 3 3 3. الآن نعملوا قلنا سلسلة للظهر، رايحين تشاهدوا طريقة تاعها كيف تطلع جميلة. لاحظوا نساوي بين الأولى والثانية، يعني نعرف المكان مكان وضع السلسلة لما ننهي طولها. لاحظوا يعني تعمليها بدون حساب، السلسلة سهلة، معلك إلا تسحبي خيط داخل يعني الغرزة، وفي كل مرة تسحبي الخيط داخل الغرزة، هذه السلسلة. لاحظوا هنا أسفة ما ظهرتش من الأول لأنه التصوير ما تمش، لكن نملئوا فوق السلسلة أعمدة، نبقوا يعني نملئوا السلسلة بالأعمدة أو بالبغيل بدون حساب. لاحظي ورايحين تشاهدوا لما نعملوا السلسلة الثانية، تشاهدوا الطريقة كيف نبدأ، يعني مباشرة تعملي السلسلة، من بعد تغلقي السلسلة، من بعد تملئيها بالأعمدة أو اللي بغيت، بهذه الطريقة اللي راني نعملها، يعني ما فيهاش حاجة ثانية.
لاحظوا لما نكمل من ملء السلسلة بالأعمدة نخرج مباشرة، ننهي العمل ونعمل الأعمدة الثلاثة هكذا، يعني عمود غرزة عمود غرزة، ونرجع العمل تاعي عادي ما فيهاش صعوبة هكذا. لاحظوا توقفنا هنا ورايحين نعملوا من جديد السلسلة الثانية، ونترك فراغ مسافة 4 أصابع هكذا. لا داعي أنك يعني تحتاري في الحسابات، اتركي مسافة 4 أصابع من الجهة اليمنى واليسرى. لاحظوا نضيف لها الشيء القليل، لازم يكون 4 أصابع. من بعد نعمل السلسلة. لاحظوا السلسلة سهلة، مباشرة ندخل لعمل السلسلة. لاحظوا نتأكد هنا من عرض السلسلة، إذا كانت متساوية لازم تسحبي عرض الظهر وتحكمي المقاس، يعني اللي يحتاجوا عرض الظهر. لاحظوا هكذا تكفي. الآن نترك الفراغ على اليمين وعلى اليسار، لازم 4 أصابع. من بعد نثبت السلسلة هكذا كي لا تكون السلسلة منحنية على جهة. تلاحظوا كيف نبدأ الملء مباشرة بالعمود، لأنه لم يظهر في الأول في السلسلة الأولى طريقة الملء. هكذا دخلت مباشرة إلى السلسلة يعني وبدأت الملء بالعمود هكذا. نبقى هكذا نملأ حتى إلى الوسط. لاحظوا نمشي هكذا، يعني نسحب الأعمدة اللي تكون متركبة على فوق بعضها ونرتبها ونتأكد هل يعني وصلت إلى وسط السلسلة. لما نوصل لوسط السلسلة هنا يتغير العمل. ركزوا معايا، نتأكد أنه العمل في الوسط. الآن ركزوا معايا، رايحة نعمل غرزة ضيقة. لاحظوا من بعد ندخل الكروشي في وسط، لاحظوا الشريط هكذا 3 أصابع على اليمين و3 على اليسار، ورايحة نغرز أو أدخل الكروشي من الداخل ونسحب الخيط ونعمل غرزة ضيقة هكذا. من بعد نعمل فوق السلسلة غرزة ضيقة. من بعد نرجع لملء السلسلة بالأعمدة من جديد أو بالبغيد. لاحظوا الآن نكمل بقية العمل. ركزوا أنهينا ملء الأعمدة فوق السلسلة. الآن نرجع نعمل غرزة ونعمل عادي، نترك فراغ مثل الأول ونملأ بالأعمدة الثلاثة، وبين كل عمود وعمود تكون غرزة. لاحظوا 3. من بعد ننتقل، نترك فراغ وننتقل للجهة الثانية وهكذا. الآن نكمل بهذه الطريقة حتى ننهي الصدر، لأن
وصلنا للكتف، من بعد ننزل لجهة الصدر نملأها عادي، ما نعمل حتى شيء من غير الملء، يعني التزيين في الأطراف فقط. شاهدوا هنا انهينا كل يعني تزيين الصدر والظهر. الآن نعمل العقدة أو الغرزة اللي ننهي بها عمل الكروشي كي لا ينفتح. لاحظوا نقص الخيط ونبقى نخرج الخيط من الغرزة في كل مرة كي لا تنفتح العمل اللي عملناه. الآن هذو الأكمام، الكم الأول والثاني، الكمين يعني عملنا لهم نفس العمل. هذا كم الكوباي، ورايحين تشاهدوا طريقة خياطته. ركزوا معايا، هنا عندنا الكم نطويه على 2 هكذا بهذه الطريقة، ونعمل قصة هنا في الوسط نحدد مكان الكتف. ركزوا معايا، هنا ناخذ مقاس 10 سنتيم في حردة الإبط، الجهة الأولى والجهة الثانية. هنا راح تكون عندنا، لاحظوا 10 سنتيم، كذلك في حردة الإبط من هذه الناحية نحدد مكان دائرة الكم. الآن لاحظوا راح نوضع الوجه مع الوجه هكذا، الكم لاحظوا مع وجه الفستان أو القندورة. من بعد نعمل طية هكذا بعرض أصبع، راح تسهل عليكم العمل، ونقوم بشدها بالإبانجل أو بالدبوس هكذا. مكان الوسط راح يحدد لي يعني عدد البنسات اللي راح نعملهم أو لي بانس اللي راح نعملهم. لاحظوا نعمل من كلتا الجهتين حتى نوصل نقطة اللي حددناها، النقطة اللي حددناها في حردة الإبط. ركزوا معايا راح يتفهموا العمل. نبقى نعمل بنسات من الجهتين، من الجهة اليمنى واليسرى، حتى لاحظوا هكذا حتى للمكان اللي حددنا فيه النقطة. هذا كله راح يعني نعمله بانسات أو لي بانس بهذه الطريقة. لاحظوا عملنا البنسات متساوية، تمسكي الأطراف فوق النقطة اللي حددناها في حردة الإبط هكذا، ونقوم بالخياطة مباشرة، سهلة جدا. لاحظوا هذا هو الكم كورباي، وهذا الكم مثل ما قلت في الأول مقاس كبير، يعني الوحدة بدينة XL. الآن نفس العمل اللي عملناه هنا نعملوه في الجهة الثانية، سهل جدا، ونقوم بالخياطة. من بعد ما أنهينا الخياطة للأكمام، الآن نطوي الصدر والظهر. لاحظوا جهة الصدر والظهر نطويها على 2 هكذا بهذه الطريقة، ونقوم الخياطة يعني بالخياطة من ناحية حردة الإبط وننزل إلى الأسفل. وإذا حبيتي تعملي الحزام قومي بوضع الحزام من الداخل وخيطي مع بعض، وأنت لك الاختيار. هنا أنهينا كندورة الكروشي مثل ما شاهدتم، أو دشداش الكروشي أو عباية أو فستان، المهم أنهينا العمل مع بعض. نتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس للبنات المبتدئات واللي حبت تعمل مثله. ما علي إلا نقول لكم لا تنسونا بالاشتراكات من فضلكم، وبارتاجيوا الفيديو من فضلكم،
وسلام سلام، وعلى المحبة بإذن الله نلتقي. سلام.